جوجل حرفيا مرعوبة من المنتج الجديد اللي طلعته شات جي بي تي، ألا هو شات جي بي تي أطلس. ده عبارة عن حاجة عاملة زي جوجل كروم، بحيث إن هو بينزل على الأجهزة وكمان مدعوم جدا جدا من ويندوز. عايز أقول لك إن المميزات اللي فيه حرفيا جبارة، قادرة إن هي تقتل جوجل كروم. تعالوا نعرف إيه المميزات اللي موجودة في شات جي بي تي أطلس. وللأمانة وأكتر حاجة عجبتني ال AI ايجنت اللي أنت تقدر تحطه جوه أطلس، بحيث إن هو يخش يعمل لك براوزنج، بحيث إن هو يخش يجيب لك الحاجة. ممكن أنت تربطه مثلا بإن إن وتبدأ إن أنت كمان تعمل حاجات من خلال التليجرام، تقول له خش دور لي على كذا، يقوم مدور لك على كذا، خش على الموقع الفلاني، خش على الموقع الفلاني. يعني هنا بدأ إن هو يطلع لي، يعني سألت طبعا شات جي بي تي لأن هو هيبقى أكتر دراية، بدأ يطلع لي صور زي ما أنت شايف كده. أنا بكتب له، هو بيروح يطلع لي الحاجة ويطلع لي الحاجات الشبيهة ليها. طب ايه مثلا؟ قال لي داخل المتصفح احنا نقدر نعمل اداة دردشة، انت تدردش تمام وانا اطلع لك اللي انت عايزه. ممكن ان انا افتكر من خلال التصفح واجيب لك حاجات شبيهة للمواقع اللي انت بتدور فيها. الايجنت مود ان انا اقدر اعمل وكيل بالذكاء الاصطناعي، بحيث ان انا اقدر كمان اخش اعمل لك انت الحاجة، بس دي موجودة بقى في الحاجات الايه المدفوعه. كمان يقدر ان هو ياكسس على الحاجه بتاعتك، انت عايز تكتب حاجه على مثلا الوورد او حاجه مثلا على الجيميل ايميل يعني، او عايز تكتب مثلا حاجه بوست على الفيسبوك، وانت هتبدا تقول له مثلا اعمل لي الحاجه الفلانيه، يبدا ان هو يديك اقتراحات. تقول له طب تمام ماشي نزله على الفيسبوك، طب تمام ماشي نزله على انستجرام، ماشي طب تمام ماشي ابعت الايميل ده، وهكذا. بحيث ان انت مش محتاج، انت ممكن تتكلم معاه زي مثلا زي ما شفنا في ايرون مان، يا جارفيس مش عارف اعملي ايه، يا مش عارف ايه. فهو انت بتتكلم معاه وطبعا هو بيروح يستجيب لك الحاجات دي. كمان هيبقى الموضوع بالكلام مش بالكتابة بس، لا يعني انت مثلا ممكن تقول له ايه، اقفل لي التابة دي، شيل لي التابة دي، انقل على التابة دي. تمام. مش محتاج ان انت تكتب او ان انت تستخدم الماوس حرفيا. يعني هو الموضوع كله هو هيلغي الكمبيوتر بقى، هتبقى شاشة وانت بتتكلم وهي تعمل لك اللي انت عايزه. طبعا في بقى الحماية والامان، يعني زي في بقى المتصفح الخفي او بنسميه جديد تاب، ان هو يقدر ان هو يعمل لك حاجات محدش مثلا يشوفها، ما يبقاش فيه هيستوري ولا حاجة. فبيبدأ إن هو إيه يعني يعمل لك خصوصية للموضوع. برضه هيساعدك يعرف أكتر أنت مهتم بإيه، يعني مثلا في كفيديوهات، كموسيقى، كبحث، كأخبار. الحاجات دي كلها يبدأ يفهمها، لأن هو يبقى عبارة عن ذكاء اصطناعي، ويبدأ إن هو يجيب لك الحاجات اللي أنت بتحبها أول بأول. أول ما تصحى من النوم كده تقول له هات لي الأخبار، يقوم جايب لك الأخبار اللي أنت مهتم بيها، سواء اقتصاد مثلا أو كورة أو أيا كان. تقدر تقول له مثلا هات لي أول ما تخش مثلا على اليوتيوب، فيبدأ إن هو يجيب لك الفيديوهات اللي أنت بتحبها مثلا. ماشي. ويقدر ان هو من خلال التجربة بتاعتك معاه يقدر يفهمك اكتر، تقدر انت تقلل الوقت في البحث، يعني يجيب لك الحاجة على طول. طبعا الحماية برضو عشان خاطر انت لو بتسيب الباسوردات بتاعتك او حاجة زي كده، يقدر ان هو يسيب لك الايه الباسورد بناء على الموقع زي جوجل كروم. فهو من الاخر هو بيحاول ان هو يحارب جوجل كروم في اكل عيشه. خلي بالك ان هو دلوقتي موجود على الماك او اس، ماشي، هو لسه هينزل فيه اصدارات تانية للاندرويد والويندوز وكل الكلام ده، وهيبدأ ان هو يطلع الايجنت مود. وصراحة انا متحمس جدا ان انا اجربه، ومتحمس جدا جدا للايجنت مود صراحة، ان هو اتكلم معاه هو يتكلم معايا. فطبعا اول ما هينزل اقوم ايه على طول مشترك، واقوم ايه اعمل لكم تجربة بناء على الحاجات الجميلة اللي هو بيعملها دي. طبعا انت لو عايز تفاصيل اكتر ما تنساش انت تعمل سبسكرايب في القناة عشان يوصلك كل الفيديوهات، ما تنساش انت تشترك في الكورس عشان برضو تعرف الاوتوميشن ده بيشتغل ازاي. كان معكم خليل من ان بالعربي. سلام.